الناس هتوحشني قوي يا جماعه، والله انتوا هتوحشوني جدا وهتوحشني اللعبه جدا. دي الحاجه المرطبه الوحيده على في حياه الواحد حتى بخوازقها، يعني عارف، هي الحاجه الوحيده الحلوه كده، عارف اللي هو دي الحته الحلويات بتاعتي بتاعت اليوم، ان انا افتح فانتزي، اتكلم مع اخواتي حبايبي، الناس الجميله اللي بتتابعني. الواحد حزين وفرحان في نقطة واحدة بس، ان ده اسوأ موسم ليا في 7 سنين، فاللي هو الحمد لله موسم انتهى وراح بقى، عشان ان شاء الله مش هيتكرر تاني. وعايزين نرجع تاني، عشان الناس اللي تعرف انا كنت 5000 و10000 على العالم قبل كده. السنة دي انا سنة كبيسة ومحدش يسألني انا ترتيبي كام. في نقطة عايز اتكلم فيها بالنسبة لموضوع ان انتوا هتوحشوني. الناس اللي بتتابع كورة وبتحب الكورة في العموم، مش هوحشكم، لان ان شاء الله ان شاء الله طبعا بعد الجولة الاخيرة ما هتخلص هيبقى في حلقة صياح ماشي كده كده ان شاء الله. في حلقة هنعملها برضو في الفانتزي عن افضل لعيبة واكتر لعيبة يعني تفوقت على نفسها وظبطونا نقط، وحلقة تانية برضو عن اكتر لعيبة تخاذلت وكانوا عرر في الموسم ده. بعد الفانتازي ما يخلص ان شاء الله هنتكلم بقى في الكوره، هنعمل حلقه او حلقتين في الاسبوع عن الانتقالات بتاعت كل الفرق خاصه في الدوري الانجليزي وتاثيرها على الفانتازي. وطبعا الناس اللي هي بتتابع فانتازي يعني كده كده ان شاء الله اللعبه بتنزل يوم 10 ل 20 يوليو في الفتره دي، في خلال العشر ايام دول، وغالبا بتنزل في اول الشهر. فان شاء الله هتلاقوني على طول موجود معاكم من البدايه. وطبعا الناس اللي هي ما تعرفش الفانتازي ايه هعرفها لكم من الالف الى الياء، بالقوانين بالجوائز بكل حاجه، بالبونص بيتحسب ازاي، كل الحوارات دي، عشان في ناس كتير كانت تبقى عايزه تعرف الموضوع ده. وبالنسبه برضو للكوره غير حلقات الانتقالات ان شاء الله عايز عشان في ناس برضو بتبقى عايزه تعرفني اكتر، فهعمل حلقه عن اكتر لعيبه بحبها، وحلقه عن اكتر لعيبه بكرهها، والفرق اللي بحبها والفرق اللي بكرهها. ويعني ان شاء الله يعني هيبقى في حلقات كوره كده، وعن برضو فرق محتاجه صفقات ايه، وان شاء الله هدلعكم يعني حلقات. فاظبطوا لي لايكات سبسكرايب شير لاصحابكم، ويلا بينا نبدا. والنهارده ان شاء الله الجوله دي انا عامل لها حلقتين لتلاتة. النهارده هتبقى حلقه نصايح بس عشان الحلقه ما تطولش قوي، وعن الاكتر لعيبه ريسكات، وان شاء الله هتظبط الجوله دي. وهيبقى في حلقه للتوقعات بتاعت الماتشات، وبرضو تشكيلتي، يعني هوريكم برضو تشكيلتي وهعمل فيها ايه في الجولة دي. وبرضو هيبقى في حلقة مؤتمرات ان شاء الله، عشان في لعيبة كتير مصابة، وهنعرف ان شاء الله اخبار الاصابة بتاعتهم ايه في يوم الحلقة بتاعت المؤتمرات. فاظبطوا لي اللايكات ويلا بينا نبدأ. وهتكلم ايه عن خط خط. طبعا احنا في اخر جولة، يعني انت بتجيب لاعب لجولة واحدة، يعني كأنها فري هيت من الاخر. بتجيب لاعب لجولة واحدة. لو انت ترتيبك وحش براحتك يا باشا، اعمل سوالب براحتك بقى، ما خلاص خلاص يا اسطى، خلاص الموسم راح وانت ترتيبك راح. الناس اللي فوق ما تعملش سوالب، هي تحترم نفسها ويعملوا. امشوا يا جماعة بجد، الناس اللي فوق امشوا على يعني على المضمون، هاتوا كل اللعيبة المضمونة. صلاح كين بالذات، الاتنين دول ما ينفعش الجولة دي ما يبقوش معاك. انت بتهزر. صلاح وكين لازم 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 انت تدخل بصلاح وكين وتسع خشبات معاهم. صلاح وكين هينفجروا. يعني انا حتى مش جايب لك سيرة هالاند، انا بتكلم على الاتنين دول بالذات، الاتنين دول بالذات ما ينفعش تدخل الجولة من غيرهم. ان شاء الله حتى لو بعت هالاند عشان تجيب كين، ماشي. اظن انا اتكلمت اهو وقلت عشان ايه ما تندموش بعد الجولة، عشان في الجولة دي ساعات بيحصل ايه دروب جامد قوي، يا اما تطلع جامد قوي. فانا بنبهك. الناس بقى الحلوة اللي ترتيبها وحش، او حتى الناس اللي فوق برضو حبت انها تعمل ريسكاية مجنونة، فانا عندي ليك في كل خط توقعاتي اللعيبة اللي هتتألق، خاصة اللعيبة الريسكات. فهنبدأ بخط الدفاع. انا شايف اكتر فرقتين ضامنين كلين، مع ان على فكره الجوله الاخيره دي صعب جدا بيبقى فيها كلين، لان دايما فرق بتلعب ايه بقى، حتى الفرق اللي بتبقى هابطه بتلعب عشان تمتع الجماهير، خاصه لو على ارضها والكلام ده. بس يعني برضو اكيد في فرق هتطلع كلين. فانا يعني اراهن اكتر على ليفربول، يعني بيلاعب مالط الدوري ساوثهامبتون، يعني فرقه مش في الدنيا اساسا. ويعني الماتش اللي فات حتى لما جابوا جون في برايتون كان من هجمه واحده، يعني عملوا هجمه واحده طول الماتش عشان يجيبوا جون. والفرقه التانية يونايتد على ارضها قدام فولهام. يونايتد لعبت فولهام في الكاس ماتش ما دخلش فيها جوان، ماتش في الدوري الدور الاول دخل فيها جون، يعني من هجمه ولا من هجمتين. ففولهام هجوميا مش افضل شيء، بس يعني طبعا ما فيش حاجه اكيد انه الكلين يعني مضمون.
بس انا بصراحه يعني يونايتد وليفربول اميل سنه كده لحته جنان ان انت تفكر في دبل دفاعي خاصه من ليفربول. ويعني الفرقتين دول من اكتر الفرق اللي ما اعتقدش ان هم هيعملوا يعني مش هيعملوا مداوره جامده. يعني المدربين الاتنين من النوع اللي مش هيدور جامد. على الاقل مثلا في ليفربول ارنولد وصلاح ما اعتقدش خالص ان هيحصل فيهم مداوره. معاهم فان دايك مثلا، اللعيبه دي مستحيل يتدور فيها. نفس الكلام يونايتد، يا شول راشفورد لو جاهز. راشفورد اللي مات ده ما اعرفش حكايته ايه، ولسه بصور وبكره الماتش بتاعه. بس يعني في لعيبه مضمونه وبرونو فرنانديز وكده. ده بالنسبة ليونايتد وليفربول. هل في فرقة تانية ممكن تطلع كلين؟ يعني صعب، بس انا برضو ايه يعني اقول لك من اللي هو نسبته اكبر للي نسبته اقل شوية. ابدا لك بايفرتون بيلعب بورنموث. بورنموث اخر كام ماتش خلاص هم بعد ما ضمنوا الدوري ان هم يقعدوا في الدوري خلاص ما بيلعبوش كورة وبيدخل فيهم اجوان وما بيجيبوش اجوان، فحالتهم بقت صعبة جدا. هاتوا من ايفرتون تاركوسكي ومينا، الاتنين بيطلعوا في الكورنرات وبيظبطوا الدنيا. تاركوسكي ومينا الاتنين حلوين. كريستال بالاس برضه ممكن تفكر فيها. كريستال بالاس على ارضها قدام نوتنجهام فورست. نوتنجهام خلاص ضمنوا ان هم يقعدوا في الدوري. بس انا هجي لك حاجه وعكسها. كريستال احتمال تطلع كلين، بس لو ما طلعتش كلين مين اللي هيضيعه؟ ده اللي هنعرفه لما هندخل لخط الهجوم. اخر فرقه معايا في الاحتماليه بتاعت الكلين ارسنال، رغم ان هم دفاعهم ملط. بس انا مش براهن على قوه دفاع ارسنال على قد ما براهن على ضعف هجوم وولفرهامبتون. الناس اللي ما تعرفش، وولفرهامبتون اضعف هجوم في الدوري كله. فرقه ما بتجيبش جوان، فرقه هجومها رايح في داهيه. فانت يعني ليه لا؟ ماتش على ارض ارسنال المفروض يسترجلوا اخر ماتش على الأقل عشان يسيبوا ذكرى حلوه للجماهير بتاعتهم. فممكن تفكر في دفاع من ارسنال. ندخل على خط الوسط. وعايز يعني عندي شويه لعيبه، ما بين لعيبه ارقامها حلوه اخر فتره وما بين لعيبه ريسكاتها بدايه كده للجوله. تمام. نبدا باوديجارد. اوديجارد اخر ماتشين ارسنال ما جابتش جوان اصلا. بس قبل اخر ماتشين، اخر 6 ماتشات جاب 5 اجوان. 5 اجوان من ضمن 11 جون، يعني هو مشارك في نص اجوان ارسنال في اخر 5 ماتشات قبل الماتشين اللي فاتوا. فهو اكتر لاعب فورمه في الفرقه. لو انت بتفكر في ريسكايه ممكن تفكر في تروسارد. خيسوس ده عره ما تفكك منه. لو عندك ساكا هو عره ووحش جدا وحش جدا، بس يعني مش هقول لك يعني تبيعه، فاهمني؟ يعني مش منطق قوي برضو بصراحه. على اساس ان هو ماتش سهل برضو، يعني اكيد عندك مشاكل تانية في الفرقه اكتر من ساكا يعني. فانت لو انت ما عندكش حد من ارسنال، اوديجارد رقم واحد، ممكن بعديه تروسارد. ندخل على ايزي. وايزي بصراحه انا مش بقولها كريسكايه كمان، لان ايزي عامل مستويات عظيمه اخر فتره، بس الناس ما بتتكلمش عليه. ما فيش حد مهتم يجيبه. ريسكايه خطيره ومش مع حد اساسا، نسبه صغيره جدا اللي جايباه. ايزي اخر 4 ماتشات جايب 3 اجوان واسيست. ماتش على ارضه قدام نوتنجهام فورست. نوتنجهام فورست بره الارض بيبقى دفاعهم ضعيف جدا 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 جدا. فسهل جدا ان هو يعني ده حتى ساوثهامبتون اعتقد جابوا فيهم اجوان كتير برضو، مع ان كان ماتش على ارض نوتنجهام فورست. فيعني نوتنجهام فورست هيدخل فيها اجوان كده كده في الماتش ده. ايزي هو اكتر لاعب ممكن يعمل حاجه في الماتش ده. وزاها زي ما انتم عارفين هو مش هيلعب الماتش. ندخل على هبدايه بقى من العيار التقيل، دوكوري او ماكنيل من ايفرتون. انا شايف ان ايفرتون رغم ان هم فرقه مالت هجوميا مالت ورايحين في داهيه، بس هيجيبوا قدام بورنموث. عندك اختيارين، يا دوكوري يا ماكنيل. اميل سنه صغيره الماكنيل، مع اني بكره الولد ده وعمري ما اقتنعت بيه ولا هقتنع بيه. بس الاتنين دول هما اللي بميل ليهم من ايفرتون، وبميل لماكنيل اكتر. ودول ما عندهمش ارقام، دول مجرد هبدايه. زي برضو رودريجو لاعب ليدز، هو حاليا مصاب للاسف، بس حلقة المؤتمرات هنتأكد هل هيقدر يلعب ولا مش هيلعب. بس لو قدر يلعب اختيار ممتاز جدا. ماتش على ارضه قدام توتنهام، هيخسر هيكسب هيتعادل. توتنهام فرقة مالطة دفاعيا، فرقة اي حد يجيب فيها جوان. فرودريجو سهل ان هو يجيب، واخر 3 ماتشات جاب جونين واسيست. فهو حاليا برضو في فورمة حلوة، وليز عموما هجوميا كويسين جدا وبيوصلوا كتير للجون. اخر اختيارين معايا، انتوني. ده بداية. انا شايف ان انتوني بيجيله فرص كتير جدا في يونايتد، وبيجيله فرص كتير جدا جدا جدا، من اكتر اللعيبه اللي بتجيلها انفرادات. فاعتقد ممكن تيجي معاه بقى، يعني اعتقد هتيجي معاه بقى مره بقى، وهيجيب بقى.
وهينفجر بقى، ممكن تبقى دي المره اللي ينفجر فيها بقى. اعتقد والله ان ممكن تحصل، ممكن تحصل يا جدع. الاختيار الاخير معايا جاكبو، بس انا عايزك تستنى لحد التسريبات لو بتفكر انك تجيب جاكبو، عشان انا حاسس ان ممكن فيرمينو يلعب اساسي الماتش ده، ففي قلق كده، فيعني اصبر برضو في التسريبات خاصة على جاكبو، عشان انا برضو مش مطمن له قوي. ندخل على الهجوم. واتكنز اللي الناس نسيته، انا حاسس ان هو هيولع الدنيا. انا واثق ان استون فيلا وبرايتون، استون فيلا هتقدر تعمل شغله في الماتش ده. برايتون خلاص انا حاسس ان هو الراجل هينزل بالدكه الماتش الجاي اصلا، ويعني هيريح وهينزل باطفال، وهو خلاص ضمن يلعب في بطوله اوروبيه. لكن استون فيلا لسه عايزين لسه قدامهم فرصه ان هم يلعبوا في الدوري المؤتمرات، فهيحاولوا ان هم يعملوا كل اللي يقدروا عليه. فواتكنز اختيار ممتاز. برايتون بره الارض دفاعها ضعيف جدا، فواتكنز يقدر يعمل. واعتقد ان هو دي الجوله بتاعت رجوع واتكنز، هتبقى الجوله الاخيره وهتبقى ختاميه حلوه لواتكنز. كابتن عوني. عوني اخر 5 ماتشات جايب 5 اجوان واسيست. عظمه العظمه، عظمه العظمه. ده انا قلت لك يا اما كريستال بالاس كلين، يا اما عوني هيفجرهم وهيجيبوا جوان كتير، هيجيب كذا جون فيهم كمان. فيعني هي بين ده وده. يعني بص، شيء محير بصراحه، وانا قلتها لك حتى وانا بقول لك دفاع كريستال عشان ما تفتكرنيش نايم. انا قلت لك وانا بختار لك دفاع كريستال، قلت لك ممكن يضيع من لاعب في الهجوم اللي هو عوني. تالت واحد معايا بامفورد، مهاجم ليدز، حاليا برضو مصاب زي رودريجو، لسه هنشوف في حلقة المؤتمرات. بس بامفورد ده بجد يا جماعة بيوصل له كور كتير جدا، خطير جدا على الجون، غبي، بيضيع فرص كتير بس بتجيله فرص كتير قدام فرقة مالطا زي توتنهام، وقدام تلاجة واقفة في الجون. رودريجو وبامفورد يقدروا يجيبوا جوان براحتهم، يعني في تلاجة واقفة في الجون، يونيون اير سقعها سقعها سخنة سخنة، اي كورة هتتشاط عليها تدخل جون. فيعني اي واحد من الاثنين هيشوط شوط على الجون هتدخل جون. المهاجم الاخير معايا مارسيال، ودي برضو نفس الهبده اللي هي زي بتاعت انتوني، اللي هو بعيدا عن الاحصائيات وبعيدا عن اي حاجه، هي هبدايه لجوله واحده. بس كده يا شباب، استنوا حلقه ان شاء الله هنتكلم فيها عن توقعات الماتشات وعن تشكيلتي، عشان برضو في ناس هتبقى مهتمه انها تعرف تشكيلتي. ففي حلقه للتوقعات ولتشكيلتي، وحلقه اخيره برضو للمؤتمرات والاصابات والحاجات دي، عشان في لعيبه كتير مصابه، فعايزين نبقى ان شاء الله نتاكد مين هيلعب مين مش هيلعب. واستنوا برضو في يوم الحد يوم التسريبات، عشان في كل التشكيلات هتتسرب قبل الديدلاين. بس كده يا شباب، اظبطوا لي لايك وسبسكرايب، شير لاصحابكم، واشوفكم على خير.